احمد اسماعيل بيسأل دلوقتي انا موجود في الخارج وعاوز بيانات عن رخصة القيادة بتاعتي المصرية عشان انا اقدر اطلع رخصة القيادة من هنا، لان الضرائب والرسوم غالية ومصاريف مدرسة القيادة غالية. فايه اللي بيتم؟ فبنقول الاصل ان رخصة القيادة دي شخصية، يعني خاصة بحضرتك، ما ينفعش حد يستخدمها غيرك، او ما ينفعش حد يتعامل على الملف المرور غيرك. ولكن اجازة الإدارة العامة للمرور ان حضرتك تبعت توكيل خاص محدد لحد من قرايبك في مصر يطلع لك شهاده البيانات موجهه للخارجيه. تمام؟ طب التوكيل ده لصيغه معينه، وكلت انا فلان الفلاني السيد فلان الفلاني رقم قومي كذا، وذلك في لاستخراج شهاده بيانات عن رخصه القياده الخاصه به رقم قومي كذا لتقديمها للخارجيه. يبقى التوكيل ده بيكون مخصص بحاجه او بغرض معين، اللي هو استخراج شهاده بيانات للخارجية عشان تعرف توثقه بعد كده وتقدمه في الدولة اللي حضرتك فيها عشان تطلع رخصة قيادة من هناك. تمام؟ إنما الأصل إن رخصة القيادة ده هي شخصية خاصة بيك ولا يجوز التعامل عليها إلا من خلالك. زي ما قلنا أجازة الإدارة العامة للمرور التعامل بتوكيل خاص. توكيل عام ما ينفعش، توكيل بيع وتجديد وترخيص والكلام ده ما ينفعش، ده في المركبات فقط. انما بالنسبه لرخصه القياده اجازه الاداره العامه ان حضرتك تبعت توكيل خاص من بره لحد من قرايبك يقدر يطلع لك فيه شهاده بيانات عن رخصه القياده موجهه للخارجيه عشان تساعدك بعد كده في استخراج رخصه القياده بالدوله اللي حضرتك موجود فيها.